بعد الثاني يوم اني بالخيمة بدون ملابس وجسمي كله مطبع ازرق. بعد ما تعلمت الفلوس اللي كانت تجيني، وهاي النوعية مال المخدرات اللي لا اعرفها ولا اعرف اسمها ولا اعرف حتى شكلها، بعد مرور اكثر من شهرين صرت امام الامر الواقع وتقبلت الوضع اللي اني بيه. بعد ما صار عندي اي رد فعل على هذا الموضوع، وقبل كنت دائما اسال نفسي انه العاهرة شلون تقبل على نفسها هذا الشيء، وهسه قمت اجاوب نفسي شلون صرت عاهرة. ابن عمي استدرجني وخلى اصدقائه ينامون وياي، واستغل حاجتي للفلوس، واستغل عندي ايضا جهال اثنين ولازم اصرف عليهم واوكلهم، ومثل ما تعرفون تركيا لا بيها راتب ولا شيء. ودائما كنت اسال نفسي اللي بالتيك توك حقيقيين وفعلا محتاجين؟ هم وصلت القناعه النوعين، النوع الاول هم اللي فعلا محتاجين والناس تدعمهم، النوع الثاني هم اللي تحركهم الاجندات، هم اللي استفادوا